السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. فيديو النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض مربى الفراولة بكل تفاصيلها وبكل تكتها وبكل اسرارها كمان. يعني هنعملها مع بعض كده من الالف للياء زي ما بيقولوا. قوامها مظبوط وتقيل ومتماسكة جدا، وكمان الطعم ما اقولكوش، يعني بشهادة كل اللي دقها واكل منها، يعني احلى من اللي بنشتريها من بره بكتير جدا. الطريقة جميلة جدا يا بنات، خطوات سهلة وبسيطة، تسوية مظبوطة، وكمان طريقة حفظ ممتازة جدا. عايزة اقول لكم كمان ان شاء الله بعد الطريقة دي مش هتشتريها من بره تاني، وكمان قمة التوفير في الفيديو ده. تعالوا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنحضرها مع بعض ازاي. بس حابة اطلب منكم قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة بتشوفيني طبعا نورتيني وشرفتيني واسعدني مرورك الجميل. ما تنسيش تحط لايك للفيديو ده وتشتركي معايا في القناة لو لسه ما اشتركتيش. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في المكونات على طول. اول حاجه يا بنات، انا معايا 3 كيلو من الفراوله. طبعا تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها. انا معايا 3 كيلو من الفراوله، وجبت كمان الفراوله اللي هي السكري. بتعرفيها ازاي؟ بتلاقي كلها كده لونها احمر، دي بتكون سكريه وطعمها جميله جدا، بتكون حلوه قوي في المربى. لما بتلاقيها كده مش مشبحه باللون الاصفر او اللون الاخضر، هي دي بتكون الفراوله السكري، بتلاقيها كلها لونها احمر كده. غسلتها غسيل كويس جدا طبعا علشان الرمل اللي بيكون فيها، طبعا تتاكدي ان انت غسلتيها كويس جدا. بعد كده هتبداي طبعا تشيلي الجزء اللي هو بيكون فوق ده، اللي هو القطعه اللي لونها اخضر دي. هتبداي كده تشيليها كلها بالشكل ده. بعد كده هنبتدي بقى خلاص نشطفها شطفه تانية بعد ما شلنا الجزء الاخضر اللي فيها زي ما قلت لكم. وهتبداي كده تقطعيها 4 ارباع. يعني الفراولايه الكبيره كده اقسميها 4، والصغيره كده اقسميها ليه قطعتين. وطبعا يا بنات احنا بنقطعها كده علشان تنزل السوائل بتاعتها كلها او الميه بتاعتها لما نضيف لها السكر، وكمان تستوي بسرعه معانا. تعالوا بقى نشوف مقدار السكر اللي معانا. طبعا معروف ان كيلو الفاكهة عموما بياخد نص كيلو من السكر. وطبعا على حسب نوع الفاكهة اللي انت تستخدميها. يعني الفراولة بتاعتي بما انها كانت سكرية وكانت مسكرة قوي، فانا استخدمت لها بس 380 جرام من السكر لكل كيلو فراولة. يعني زي ما قلت لكم المقدار الطبيعي 500 جرام من السكر. ممكن كمان لو انت بتحب السكر اقل شويه هتضيف 400 جرام بس. ولكن انا بقى استخدمت 380 جرام من السكر بس، علشان طبعا الفراوله كانت زي ما قلت لكم سكريه وكانت مسكره قوي. وكمان لو كنت استخدمت لها 350 جرام بس من السكر كان هيبقى اجمل كمان، لان في النهايه كانت مسكره قوي. يعني حسيت ان هي كانت محتاجه سكر اقل. فطبعا انت تقدري تظبطي كميه السكر بتاعتك من تقريبا 400 جرام ل 350 جرام. تمام كده. هحط بقى كميه السكر عليها وابتدي ان انا اقلبه كويس في الفراوله. بعد كده هتغلفيها بقى بستريتش راب او بكيس تلاجة كده نضيف، وهتبداي تدخليها التلاجة علشان طبعا ما تلقطش اي روايح من التلاجة غير مستحبه. بعد كده بقى هدخلها التلاجة واسيبها تقريبا من 6 ساعات ل7 ساعات، او ممكن كمان تبيتيها ليله كامله لو انت عاملاها بالليل، لحد ما تلاقيها كده نزلت كل الميه اللي فيها دي، وكمان السكر بتاعنا كده بدأ ان هو يدوب فيها. تمام كده. بعد كده يا بنات هنبتدي بقى نجيب الحله بتاعتنا ونبدأ نحط فيها الفراوله دي بالميه بتاعتها. طبعا الميه بتاعتها دي هي اللي هتسوي لنا الفراوله، فلازم ما تتخلصيش منها لان هي دي اللي هتسوي الفراوله بتاعتنا. هتبداي بقى تجيبي الحله وتبداي تضيفي بقى كميه الفراوله بتاعتك بالميه. حتى كمان هتلاقي بقى السكر راسي كده في قاع الطبق، ابدأي كده نزليه كله. وبس كده يا بنات، هناخدها بقى على طول ونرفعها على النار. وتعالوا نشوف بقى باقي الخطوات بتاعتنا هتكون عباره عن ايه. هاخد بقى الفراوله بالميه كده اديها كده تقليبه، وطبعا كده كده السكر هيدوب طبعا معانا على النار. هرفعها كده على النار. في الاول النار هتكون عاليه، اول ما تبدا ان هي تسخن معانا او تبدا ان هي تغلي، هنبدا نهدي النار بقى، النار هاديه جدا، ونسيبها بقى لحد ما تكمل التسويه بتاعتها. اول مرحله من مراحل التسويه بتاعتها هتبدا ان هي تطلع معاكي شوائب كده لونها ابيض على الوش بالظبط كده، بتكون عامله زي الريم. طبعا لازم نشيلها يا بنات ونتخلص منها علشان ما تنزلش في المربى، وطبعا مش هتكون حلوه خالص. فلازم تبداي كده تتخلصي منها شويه بشويه. طبعا كل مرحله من مراحل تسويه المربى لازم هتلاقيها خرجت الريم ده على وش الفراوله. وطبعا النار بتكون هاديه معانا في الوقت ده. لازم كده يا بنات تهدي النار عليها خالص علشان تستوي على نار هاديه. طبعا احنا عارفين ان اي حاجه طبعا بتستوي على نار هاديه بيكون طعمها افضل. بس طبعا كل شويه تبداي تبص عليها كده، اول ما تلاقيها كده خرجت الريم بتاعها ابداي كده كل شويه شيلي منها. وزي ما قلت لكم في كل مرحله من مراحلها تسويتها هتلاقي فيه الريم ده بيطلع على وش، ممكن كمان اللي قبل التسويه بتاعتها بدقايق بتلاقيها برضو بتخرج الريم ده. المهم ان احنا كل شويه كده يا بنات هنبص عليها ونبدا ان احنا نشيله. تمام كده. طبعا اسفه لو طولت عليكم المقطع ده، بس حبيت اقول لكم بس كل مرحله من مراحل تسويتها، علشان بس محدش يقلق لو حسيتوا ان هي كل شويه بتطلع الشوائب دي. طبعا يا بنات في ناس هنا بتحب تضيف اضافات للفراوله، ممكن كمان في ناس بتحب تضيف القرفه، وممكن الناس بتحب تضيف القرنفل. لو انتوا حابين بقى بتبداوا ان انتوا تضيفوا بقى الحاجه دي وهي بتستوي. تمام كده. ولكن انا بحب كده احس طعم الفراوله بس، مش عايزه يكون اي حاجه تغير من طعم المربى. فانا بحب كده نكهه الفراوله بس اللي تكون ظاهره معانا. ببدا بقى يا بنات زي ما احنا شايفين كده اشيل بقى الجزء الابيض ده شويه بشويه لحد ما خلاص تبدا ان هي خلاص ما عادتش تخرج اي شوائب معانا.
ودي هنا خلاص كانت اخر مرحله من مراحل التسويه بتاعتها. هي هنا خلاص يا بنات كده. هنيجي بقى علشان نختبرها. بتبداي كده تجيبي طبق وتبداي تحطي كده جزء من المربى. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي علشان نختبر المربى، هتبداي كده تجيبي صباعك وتبداي تمشيه على المربى بالشكل ده. لو لقيتي المربى رجعت على بعضها على طول يبقى هي كده لسه محتاجه تسويه. اما لو لقيتي كده الخط ثابت والفراوله ما بتجيش على بعضها يبقى هي كده خلاص معانا جاهزه يا بنات. تمام كده. في المرحله دي المربى تعتبر خلاص جاهزه معانا. هنضيف كده نص معلقه صغيره من ملح الليمون، ودي هتكون ماده الحفظ بتاعتنا. ولو مش متوفر ملح ليمون يا بنات تبداوا تضيفوا مكان ملح الليمون عصير نص ليمونه. ولكن ملح الليمون هنا يا بنات هيحافظ عليها فتره كبيره، وفي نفس الوقت ما تخافوش من اضافته لان هو حاجه بسيطه مش هتاثر في اي حاجه. دلوقتي المربى بتاعتنا تعتبر جاهزه على التقديم على طول، مش محتاجه اي حاجه خالص. ولكن في هنا اضافه انا بحب اضيفها جدا على مربى الفراوله، وهو جيلي الفراوله. بجد يا بنات بيخلي نكهه الفراوله وطعمها بجد يروح لمكان تاني خالص. انا بحب اضيفه، وممكن كمان تستغنوا عنه لو انتوا مش حابين. هي المربى كده كده من غيره برضو جميل، بس انا بحس ان هو بيفرق جدا في الطعم. هبتدي احطه بقى كده على الفراوله، وهبدا ان انا اقلبه كويس جدا. اهم حاجه لو حطيتيه ابداي قلبي كويس ودوبي كويس جدا جدا علشان تتاكدي ان بودره الجيلي دابت كويس وميبقاش فيه اي تكتلات في المربى. تمام كده يا بنات. بعد ما قلبتها بقى بالشكل ده خلاص هي كده جاهزه معانا. بعد كده لو انت حابه تنعميها هتبداي تجيبي الهاند بلندر لو عندك، وابداي ان انت اخلطيها كده شويه بالهاند بلندر، هتطلع معاكي ناعمه مظبوطه جدا جدا. اما لو مش عندك هاند بلندر هتبداي تجيبي الهراسه بتاعه البطاطس اللي زي اللي انا استخدمتها دي، وابداي كده افرميها شويه هتطلع معاكي ناعمه. هيكون فيها كده قطع من الفراوله صغيره، وهتكون في نفس الوقت ناعمه وقوامها تقيل جدا وجميل. نيجي بقى لمرحله الحفظ بتاعتها. طبعا معايا البرطمانات بتاعتي متعقمه كويس، مغسوله بالميه المغليه، وكمان منشفاها كويس جدا من الميه. ولزياده التاكيد يا بنات علشان نتاكد من تعقيمها كويس، هناخدها كده على عين البوتاجاز. نبدا كده نحط البرطمان كده كل ثانيتين ونبدا نشيله. هتعملي الخطوه دي لمده 30 ثانيه. هتعملي البرطمانات كلها بالشكل ده، وكده خلاص احنا بنتاكد يا بنات ان البرطمانات بتاعتنا اتعقمت كويس جدا. بعد كده هتبداي تعبي البرطمانات، واهم حاجه المعلقه اللي هتستخدميها في تعبيه البرطمانات لازم تكون ناشفه تمام. يعني كده خلاص خلينا عارفين ان اي نقطه ميه هتيجي على المربى واحنا بنعملها يبقى هي اللي هتخلي المربى بتاعتنا تبوظ. يبقى لازم تتاكدي ان البرطمان متعقم كويس جدا وناشف، وكمان المعلقه اللي بتستخدميها لازم تكون ناشفه تمام. حتى كمان لو انت جيتي تاخدي منها في اي وقت وهي في التلاجة برضو لازم المعلقه بتاعتك تكون ناشفه تمام. تمام كده. هبدا بقى اعبي كل البرطمانات بتاعتي بنفس الطريقه. ما شاء الله يا بنات اللهم بارك، عملت كميه كويسه جدا، وكمان لونها وشكلها وقوامها وريحتها وطعمها بجد بسم الله ما شاء الله جميله جدا. يعني جربوها يا بنات بنفس الخطوات دي والله استحاله تشتروها من بره تاني. عملت معايا ال3 برطمانات دول وكمان شويه من المربى. هحطهم دلوقتي في بوله كده وهيجوا شويه كويسين جدا. شايفين بقى القوام بتاعها ولا اللون ولا الطعم ولا الريحه بتاعتها؟ بجد اللهم بارك، جميله جدا يا بنات وطعمها بجد خيال. في الوقت ده يا بنات انا كان عندي مربى فراوله كنت شارياها. وانا طبعا لما بعمل حاجه وبحب اختبر الاولاد فيها ببدا ان انا اقدم لهم الحاجه اللي انا عاملاها، والحاجه طبعا اللي مشريه جاهزه، وابدا احطها لهم كده بدون هم ما يعرفوا طبعا مين ان هي الحاجه اللي انا عاملاها وان هي الحاجه اللي مشريه. بالفعل طبعا لما اديتها لهم وقلت لهم بقى قولوا لي رايكم ان هي احلى، والله يا بنات وبدون مبالغه شاوروا على المربى اللي انا عاملاها وقالوا لي يا ماما دي طعمها احلى، وهم طبعا ما كانوش يعرفوا ان هي اللي انا عاملاها وان هي اللي مشريه. يعني خلاصة الكلام اعملوها في البيت يا بنات والله هتطلع معاكم مظبوطه جدا جدا، واحلى من الجاهزه كمان. عايزه اقول لكم بقى ان دي كل الكميه اللي طلعت معايا من 3 كيلو الفراوله. يعني عملت معايا كميه جميله جدا. كل كيلو فراوله طلع معايا 400 جرام من المربى. طبعا البرطمان ده بياخد 380 جرام، ولسه معايا كمان حبه في الطبق ده، فهو تقريبا بالظبط 400 جرام من الفراوله. البرطمان بقى اللي على ايدي الشمال ده هو ده اللي انا كنت شارياه. شايفين بقى لو انت جيتي تفرقي بينهم مفيش اي فرق خالص، بالعكس كمان يا بنات انا حاسه اللي انا عاملاه في البيت كمان لونها افضل من التانية. التانية دي لونها غامق قوي، اما اللي انا عاملاها فلونها كده محمر لونه فاتح شويه. فبجد يا بنات جربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، وبجد ما تشتروهاش من بره تاني. هتنفع جدا لسحور رمضان يا بنات، وهتكون متوفره معاكم وهتفضل معاكم طول الشهر. طب تعالوا بقى نشوف طريقه حفظها. لو انت بقى عايزه تحفظيها في التلاجة وتفضل معاكي كتير، هتجيبي البرطمان كده يا بنات وهو لسه معاكم دافي. يعني انا مش عايزاها سخنه ومش عايزاها بارده خالص، لا لازم يكون دافي معاكي زي دمع العين بالظبط. ابداي طبعا نشفي الغطا كويس وابداي ان انت غطيها. لما نغطي يا بنات المربى وهي لسه دافيه كده، بيبدا طبعا درجه حراره المربى بتكون طبقه عازله بين الغطا وبين المربى. فطبعا بيبدا البرطمان الغطا يتبرشم كويس على البرطمان. لما تيجي تفتحيه كده بتلاقي كده تكه الامان. لما بتيجي تفتحيه زي اي مربى بتشتريها لازم كده تفتحيه بطرف السكينه الاول عشان تسمعي التكه بتاعه الغطا ده. وطبعا لو هي فضلت بالطريقه دي في التلاجة كتير جدا عمرها ما هيجرى لها اي حاجه خالص، وده لان الغطا يا بنات محكم الغلق كويس جدا ومفيش داخل ليها اي هوا خالص.
وبس كده يا بنات، جربوا الطريقه وربنا يحسن ما بين ايديكم. وبكده يكون الفيديو خلص. اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو اول مره بتشوفيني، ما تنسيش تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه ما اشتركتيش. وبشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.